أهلا بكم. ما تحترمنيش، ما تحبنيش، ما تقدرنيش، برشا جمل نسمعوهم. اش قولك السبب موش العبد اللي قدامك، السبب انت عليه حتى روحك في موقف الضحية واللي الناس ما يهمهاش فيك وما يهموش في مشاعرك. اش قولك كان السبب اللي انت يمكن ما عبرتش على المشاعر هذيك اللي مقلقتك، والا تنجم تكون عبرت اما ما عطيتش مطالب واضحه. شنية الحاجات اللي خلوك تعيش فرحانه، خلوك تعمل جو، يخليو قلبك يبدا ينكز ومتفرهد. نجم نكون ما عبرنيش عليهم، حتى نكون ما عبرنيش بالطريقه الصحيحه، عبرنا بطريقه فيها لوم، فيها تعميم، فيها شويه ديزانتربريتاسيون بيرسونيل. نعطيك اكزامبل لهنا في التكوين متاعي، فما واحده من الحاضرين قالت لامها: انت وهي بنيه صغيره يمكن عمرها 10 سنين، انت ما تحبنيش. قالت لها: أم معليش ما نحبكش. قلت لها: خاطرك انتي تخلي خويا يرقد بحذاك وانا لا. هكا مخها صغرونة ديك اش قال لها. فازوين اللي احنا نسي حتى كي نكبروا يبقى عندك المخ الصغرون، ونفسروا حاجات بطريقة معينة واحنا مقتنعين اللي راينا هو الصحيح، واللي المشكلة في العبد اللي قدامك. خذ مسؤولية حياتك، وحس أحاسيس مش باهية، أما حاول ديما تفهم شنية احتياجاتك وتطلبهم. العبد اللي قدامك ما ينجمش يوحى بيك. نهاركم زين.